في طلاب كتير قوي في ثانويه عامه بيكونوا واقع منها حاجات مش عارفه تلمها، خصوصا في الايام الاخيره دي اللي بتكون قبل الامتحانات. فالنهارده انا جاي اقول لكم على خطه حلوه قوي نقدر نعملها في الايام الاخيره اللي قبل الامتحانات دي عشان تقدروا تلموا كل اللي واقع منكم. بعض الطلاب يقولوا لك انا قصرت، انا ما كنتش قاصد اني اراكم كل الحاجات دي، مش عارفه الم الحاجات دي كلها. انك تعترف بغلطك دي اول خطوه في حل المشكله. فعادي معظم الطلاب يكونوا واقع منهم حاجات في الاخر، دي مش اخر الدنيا يعني، ان شاء الله هنعرف ونقدر نحل المشكله دي. هل في امل فعلا ان احنا نلم كل الحاجات دي؟ ايوه اكيد لسه في امل، ما دام لسه فاضل ايام على الامتحان ولو كان يوم واحد بس يبقى لسه في امل. انت بس اعمل اللي عليك دلوقتي وسيب الباقي على ربنا. يعني ما تقعدش على جنب وتقول انا واقع مني حاجات كتير وقصرت ومش عارفه ايه وتقعد تتكلم كتير وانت اصلا مش بتعمل حاجه. يبقى انت كده ضيعت الايام اللي فاتت وهتضيع الايام اللي جايه كمان وانت لسه قاعد مش بتعمل اي حاجه. انت ابدا دلوقتي وسيب الباقي على ربنا. عايزه اقول حاجه قبل ما اقول لكم على نصيحتي ونحل المشكله دي. انت ادرى بقدراتك، انت عارف قدراتك كويس، انت عارف انت قادر تذاكر كام درس في اليوم، قادر تحل كام امتحان في اليوم، قادر تخلص الدرس او الفصل ده في قد ايه، قادر تحل على الدرس ده في قد ايه. فانت اعلم بقدراتك، انت اللي عارف ده كله. محدش هيقدر يحط لك جدول لنفسك، انتوا اللي قادرين تحطوا لنفسكم جدول يناسب مع قدراتكم. طالب مثلا في الثانويه العامه ايا كان علمي او ادبي واقع منه حاجات كتير، يعني مثلا انا واقع مني جرامرز في الانجليزي، النحو مش عارفه احله، واقع مني مثلا فصلين 3 فيزياء، كيمياء عضويه كلها واقعه مني. ازاي اللي احنا نقدر نحل المشكله دي حتى لو واقع منك حاجات كتير قوي؟ اول حاجه هات ورقه صغيره وهات قلم واكتب فيه كل الحاجات اللي واقع منك بالتفصيل. يعني مثلا في الفيزياء واقع مني فصل كذا وكذا، الفصل ده فيه كام درس، فيه مثلا 3 دروس، الفصل اللي بعديه فيه 4 دروس او درسين، الدرس ده كبير ولا صغير، فيه افكار كتيره قوي ولا عادي ممكن اخلصهم مع درس تاني، وهكذا. كيمياء عضويه مثلا لو واقع مني كلها اكتبها كلها، لو واقع مني مثلا كام درس فيها اكتبها. جرامرز الانجليزي لو واقع مني كام جرامر اكتب الجرامر بتاعت يونت كذا، اكتب كل حاجه واقع مني بالتفصيل. بعد كده هنجيب ورقه كبيره عريضه عشان هنحط جدول لنفسنا، اكتب فيه كل الايام من دلوقتي من النهارده لحد يوم الامتحان، بس سيب 4 5 ايام كده قبل امتحان العربي. شايفه ان العدد ده مناسب للامتحان العربي؟ ما 4 5 ايام حلوين قوي للعربي، انا مش شايفه ان انا ممكن اسيب اكتر من كده. سيب كده 4 5 ايام للعربي، ما تحطش فيها الجدول ده عشان ده هتبقى للعربي بس. اكتب كل الايام من اول النهارده كده اليوم كذا وبتاريخه كمان. هنعمل ايه؟ احنا في الاول هنحط جدول لكل يوم عشان هنلم فيه المتراكم علينا، زائد ثوابت هنعملها كل يوم. اول حاجه ايه الجدول اللي هنحطه؟ هتحطه وهتوزع كل الحاجات المتراكمه عليك في الجدول ده. يعني مثلا ممكن اخد النهارده درس او درسين فيزياء واحل عليهم، لازم تحل عليهم. اي حاجه انت تاخدها من المتراكم عليك لازم تذاكرها وتحل عليها، حتى لو هتذاكرها لاول مره لازم تحل عليها، لان الحل ده هو اللي هيفيدك في الاخر. ممكن اخد مثلا النهارده درس فيزياء، درس من الكيمياء العضويه، وممكن اخد يونت انجليزي النهارده. يونت الانجليزي عموما بتبقى سهله انك تذاكرها في يوم واحد، يعني مش بتبقى تقيله زي المواد التقيله الثانيه، يعني عادي. يعني مثلا بكره انا ممكن اذاكر درسين كمان من الكيمياء العضويه، الم كده كام جرامر من الانجليزي اللي واقعين معايا، وهكذا. تبدا توزع كل متراكم عليك في الايام دي. ايه بقى الثوابت اللي هنخليها لكل يوم؟ اول حاجه هي انك تحل قطعتين انجليزي كل يوم. ليه بقى؟ انت لما تحل قطع انجليزي كل يوم ده اولا هيفيدك بكلمات جديده، ده اولا هتعرف فكره وهتاخد فكره ازاي انت بتحل القطع. انت بتحل قطع الانجليزي خلي جنبك نوته تكتب فيها كل الكلمات الجديده اللي انت بتقابلها عشان ما تنساهاش، عشان ممكن تفيدك بعد كده في الامتحان. دي اول ثابت هنعمله كل يوم. تاني ثابت تحل تدريبات نحو من امتحان واحد كل يوم. يعني ايه؟ يعني مثلا سواء انت بتحل في اي كتاب، سواء كان كتاب الامتحان، كتاب كيان، اي كتاب، خد امتحان واحد بس من الكتاب ده وحل فيه تدريبات النحو. كده انت بتضرب عصفورين بحجر، كده انت بتكون بتحل امتحانات وبتحل على اسئله نحو في نفس الوقت بتراجع على النحو ذات نفسه. يعني لو واقع منك مثلا قاعده من قواعد النحو ممكن تراجع عليها. ازاي؟ يعني مثلا انت وانت بتحل تدريبات النحو وقف معاك سؤال، هتروح في مكان القاعده دي او في مكان الدرس ده وهتراجع عليه. انت كده بتراجع وفي نفس الوقت بتحل، فدي حاجه حلوه جدا. ثالث ثابت نعمله كل يوم اللي احنا نحل امتحان شامل واحد من اي ماده. يعني مثلا انا خلصت الجدول بتاع المتراكمات بتاعي، خلصته النهارده، حليت قطعتين انجليزي وحليت تدريبات النحو. هعمل ايه تاني؟ هتحل امتحان من اي ماده انت عايزها. انت مثلا ممكن تقعد تحل امتحان فيزياء، ممكن مثلا تقعد تحل امتحان من ماده انت واقع فيها. يعني مثلا الكيمياء ذات نفسها مش حلوه معايا قوي، انا ممكن اخد امتحان فيها واحله. ولو فاضل معاك وقت تاني بعد ما تكون خلصت جدولك كله وفاضل معاك وقت انك تحل امتحان تاني، حل، ده برده حلو. الحل الكتير هيفيدك قوي الايام دي. احنا كده بالخطه دي وبالجدول بتاعنا ده كده خلينا يومنا منجز، خلينا يومنا منتج، وفي حاجات كتير قوي احنا في اليوم بتاعنا حرفيا راجعنا فيه وذاكرنا فيه وفي نفس الوقت حلينا فيه، نشطنا الذاكره بتاعتنا فيه. بقينا نخلي ايدينا وعقلنا كل يوم في النحو، يعني مش هننساه. بقينا نخلي ايدينا وعقلنا كل يوم في قطع انجليزي وكلمات جديده. كل يوم بنحل امتحان، دي حاجه حلوه جدا. اليوم مثلا النهارده حل امتحان فيزياء، بكره حل امتحان كيمياء، بعده حل امتحان عربي. فدي بتبقى حاجات حلوه جدا. لو عايز تحل شوامل واكتر من امتحان في اليوم الواحد ده على حسب مقدرتك وعلى حسب جدولك بيكون عامل ازاي، وفي نفس الوقت هيبقى حلو قوي انك تحل امتحانات اكتر. انا شايفه ان الخطه دي من افضل الخطط والجداول اللي احنا ممكن نعملها في الايام دي عشان نلم كل المتراكم علينا وفي نفس الوقت نحل امتحانات. اتمنى يا رب تكونوا الفيديو استفدتوا منه وتكونوا فعلا استفدتوا من الخطه اللي قلت لكم عليها. بتمنى انكم تنفذوها وان شاء الله تقدروا انكم تلموا كل المتراكم عليكم. وبس بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.